تقديم صادي ملف ترشحه رسميا لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأضافت مصادرنا بأن ممثل الاتحادية التونسية حسين جنيح سحب ملف ترشحه في آخر لحظة، فاسحا بذلك المجال أمام وليد صادي للفوز بعضوية الكاف. الدبلوماسية الجزائرية لعبت دورا كبيرا في ترشح وليد صادي لهذا المنصب الذي أصبح أمام طريق مفتوح لإعادة الجزائر إلى دواليب الكاف بعد غياب دام قرابة 7 سنوات كاملة. هذا وكان صادي رفض الإعلان عن ترشحه رسميا إلى آخر لحظة لكبح محاولات بعض الأطراف لقطع الطريق أمامه. زيرتوب كانت السباقة لكشف خيوط المؤامرة من اللوبي المعادي في الاتحاد الإفريقي. صادي لديه ما يقول إن شاء الله بعد أنه ينتخب رسميا في المكتب التنفيذي للكاف بعد انسحاب الممثل التونسي. أعتقد أن الكرة الجزائرية ممثلة في شخص وليد صادي ستعود بقوة للقارة الإفريقية ولما لا من الناحية العالمية، لأنه نعرف جيدا أنه المنتخب الجزائري تأهل سلفا إلى نهائيات كان 2025، وكذلك المنتخب الجزائري يسير رويدا نحو التأهل لكأس العالم 2026. يعني كل هذه الظروف والمعطيات تجعل ان المنتخب الجزائري او الكره الجزائريه ممثله في كل المنتخبات ستكون حاضره بقوه سواء افريقيا او قاريا وكذلك عالميا. اعتقد انه عوده الجزائر، نذكروا انه الجزائر 2017 وهي غايبه عن عضويه المكتب التنفيذي للكاف. اعتقد انه هذه المره اخر عضويه كانت مع الرئيس الاسبق للاتحاديه الجزائريه محمد روراوه، ويعتبر انه وليد صادي يعني من اهم تلاميذ الشيخ محمد روراوه. اعتقد انه وليد صادي يعني عاد بقوه من ناحيه على الناحيه الصعيد الافريقي عفوا، واعتقد انه اكيد سيعيد الكره الجزائريه بمختلف منتخباتها وبمختلف انديتها بقوه على الصعيد الافريقي. مره اخرى نقول ان هذه عوده الجزائر وعوده وليد صادي عضويه المكتب التنفيذي للكاف ستكون صدمه قويه لاعداء الجزائر، يعني ممثله يعني سيطرت يعني رئيس اتحاد دولة أخرى، يعني سيطرة واضحة على دواليب الكاف. أعتقد أن الجزائر ستكون برمي إن شاء الله تكون حاضرة بقوة في عضوية المكتب التنفيذي للكاف.